شهر 2 ثانوية عامة، الشهر اللي بيجيلك فيه فقدان شغف وإحباط وأفكار غريبة، ولكن الشهر اللي بعتبره آخر فرصة للي عايز يبدأ بجد ويحسن من مستواه حتى لو لسه ما بدأتش من أول السنة أصلا. وده مش كلام وخلاص، وهقول لكم إزاي، بس ركزوا في الفيديو ده جدا وكملوه للآخر عشان فيه تفاصيل مهمة جدا. أنا سألت على التليجرام إيه المشاكل اللي عايزين نتكلم عليها في الحلقة دي وأنتوا قلتوا، وشكرا لكم بجد. وهكلمكم برضو في الحلقة دي عن التوتر في الامتحانات وتعمل إيه قبل أي امتحان عشان مجهودك ما يضيعش، وعشان تبقوا عارفين برضو هنمشي ازاي. الفيديو اللي بعد ده على طول هيبقى عن طريقة المذاكرة في الفترة دي بفعالية وتركيز بدون سرحان، اما الفيديو اللي بعد اللي جاي هيبقى عن طريقة المراجعة سواء مع نفسك او مع مدرسك. نتكلم عن احسن الكتب للمراجعة النهائية، يعني همسكها لكم في ايدي كده مش مجرد هقوله خلاص، وهي كتب اختي. بصراحة اللي ما يعرفش، اختي كانت دفعة السنة اللي فاتت. هقول لكم الكتب اللي كانت بتستخدمها في المراجعة النهائية بالظبط، والحمد لله جابت اعلى من الطب ب5%، كله بكرم ربنا سبحانه وتعالى طبعا. فالحلقة دي واللي بعدها واللي بعدها من اهم الفيديوهات اللي هتنزل على القناة، استحق اللايك وتشجيع منكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات دي توصل لكم اول ما انزلها. بالمناسبة عايز اقول لكم حاجة، النهارده عيد ميلادي، تميت 22 سنة الحمد لله. وانا بقبل الهدايا عادي. ممكن هدية عيد ميلادي تكون انكم تعملوا لي لايك للفيديو دوت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بجد، وتعملوا لي فولو على انستجرام. يا جماعة اللي بيعملوا لي فولو على انستجرام ليهم مكانة خاصة عندي، اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي على انستجرام. هنزل على اكونت الانستجرام ده برضو صور عيد الميلاد بقى وفيديوهات تحفيزيه ليكم ان شاء الله، اللي يضيفني واي حد عنده مشكله برضو يبعت لي هناك. اول سؤال واللي بيتسال لي كتير لحد دلوقتي، هل في امل ان لو حد بدأ في شهر 2 هيلحق؟ طبعا هتلحق، متأكد 100% انك هتلحق لو ابتديته صح وضغطت على نفسك. وانا عندي 3 من صحابي معروفين برضو، يعني بيقدموا فيديوهات برضو حرفيا بدأوا جد من شهر 2، وكلهم معايا حاليا في سنة 4 طب، ولكن مع اختلاف الجامعات بقى بسبب التوزيع الجغرافي. حتى لحد دلوقتي انت لو مستواك مش حلو او ما بدأتش حتى هتلحق تجيب اعلى من 95% كمان. لازم تواجه نفسك بنفسك وما تستناش تحفيز مني حتى ولا من اهلك ولا من صحابك. في ناس يا جماعه بيقف معاها التنسيق على نص في المية مثلا وانتوا عارفين، فبيتمنوا يا ريت لو رجع الزمن كنت ذاكرت الجزء ده او حليت السؤال ده. لا، انت لسه قدامك الفرصه. تاني حاجة، تعمل ايه في الاجازات اللي المدرسين بيدوها لك؟ انا عارف ان ممكن يكون الاجازة خلصت اصلا، بس في ناس لسه بادئه الاجازة معاهم من دلوقتي. بس ببساطة كده الاجازة دي بتعتمد عليك انت، واعرف ان محدش هيعرف ياخد قرار غيرك انت، لان انت اكتر حد عارف نفسك. بمعنى انت واحد متأخر في المنهج مثلا او لسه ما بدأتش حتى، هتاخد اجازة مع الناس اللي بيأجزوا ليه؟ ما انت طول الشهور اللي فاتت يعتبر كنت في اجازة، يعني مع احترامي ليك طبعا. فلا بصراحة انا هبقى بضحك عليك لو قلت لك خد اجازة مع الناس اللي بتأجز. اي حد متأخر في المنهج معلش تعالى على نفسك شوية، واعتبر فترة الاجازة دي اللي بعض المدرسين بيدوها هي الفترة اللي هتعوض فيها زمايلك، فاستغلها صح. طب الحالة التانية بقى، واحد كويس في المنهج متأخر بفصل واحد مثلا، حاجة بسيطة هيقدر يلمها، لا خد اجازة يومين كده. مهم انك تفصل على فكرة، مهم انك تخرج ترفه عن نفسك. انا بالنسبة لي ده كان لازم، يعني بين كل فترة وفترة كده يا اما اخد بريك يا اما اطلع كده، سواء مع نفسي بقى سواء مع اصحابي. فلازم يا جماعة تفصل بين كل فترة والتانية عشان تجدد طاقتك وشغفك للمذاكرة. مع العلم الفترة دي ما بيبقاش في شغف اصلا، اللي هو طموحك اللي بيحركك بس. تالت حاجة بتكتبوها لي في التعليقات برضو، اللي هي النفسية يا دكتور في الارض. فقدنا الشغف، احبط، افكار غريبه بتجيلك، هل هوصل؟ انا مقدر كل الكلام ده بجد، ومقدر الفتره دي خصوصا، وده الطبيعي بجد، يعني ما تفكرش ان انت مختلف مثلا. لكن انا عملت فيديو اللي قبل ده على طول ازاي تحسن نفسيتك وتتغلب على الافكار السلبيه، عشان انا مقدر الضغط اللي انتوا فيه. فاي حد نفسيته مش تمام يتفرج على الفيديو اللي قبل ده بجد هيفيده جدا. اللي هي مهمه جدا جدا، مشكله التوتر في الامتحانات. بمعنى حد مذاكر وحالل وعامل كل اللي عليه، يروح الامتحان تحس ان شخص تاني هو اللي بيحل مش هو. طيب هقول لكم تريكات بعملها لحد دلوقتي قبل اي امتحان، كنت قلتها قبل كده على انستا بس انا هراجعها معاكم. اول حاجه، ما تغيرش اجابتك في اخر الوقت في الامتحانات الا لو كنت متاكد من الاجابه اللي هتصلحها دي بنسبه 100%. غالبا تغيير الاجابات في اخر لحظه بيطلع غلط. تاني حاجه، نام كويس قبل اي امتحان. طب ننام كام ساعه؟ مثلا من 6 ل 7 ساعات. وعلى فكره النوم بينمي مهارة الحفظ وتثبيت المعلومة، معنى ان اخر حاجة هتنام عليها هي دي اللي هتثبت في مخك. في ناس بقى اعرفهم بيخلصوا مذاكرة وبعدين يتفرجوا على فيلم ويناموا، فتقوم خلايا الذاكرة في المخ مثبتة معلومات الفيلم اللي هي اخر حاجة نمت عليها. يا فرحتي. تالت حاجة، وقت الامتحان لو في دوشة وانت بتمتحن ومش عارف تركز، من حقك انك ترفع ايدك تطلب من المراقب يسكتهم. وانا عارف ان في ناس منكم بتستنى الدوشة دي اصلا، او هم اللي بيعملوا الدوشة، طبعا انتوا عارفين ليه. وفي نقطة مهمة جدا، ان قبل اي امتحان خد اي مصدر للطاقة قبل ما تدخل الامتحان، زي مثلا تاخد قبل الامتحان مثلا تاكل عدد فرد من البلح،
تشرب لبن، اي حاجه من الحاجات دي، حاجه خفيفه بقى، ما تضربش فول على بيض على طعميه والكلام ده. طيب لو حد فيكم بقى عنده مشكله في درجات الدروس، فقدان الشغف، الاحباط، النوم الكتير، السرحان في المذاكره، المشاكل اللي بتقابلكم دي واللي انتوا كتبتوها برضو في التعليقات، يعني كل مشكله من دول انا عامل اصلا ليها فيديو خاص بيها، كل فيديو 5 دقائق 6 دقائق تقريبا. فالفيديوهات دي بجد هتفيدكم جدا، بس ركزوا فيها. هحط لكم الفيديوهات دي في صندوق الوصف، مهم جدا انكم تشوفوا الوصف يا جماعه. هحط لكم برضو لينك قناه التليجرام برضو في الوصف، اللي بطلع فيها لايف نتكلم مع بعض، اسمع مشاكلكم، وبجد اقرب الناس ليا يا اما عندي على انستا يا اما تليجرام. فهحط لكم كل ده في الوصف يا جماعه. وطبعا زي ما احنا متفقين، اي حد فيكم عنده مشكله يكتب لي تحت في التعليقات، عيوني ليكم طبعا يا جماعه في اي حاجه. اخر حاجه يا جماعه عايز اضيفها، ان لازم الدافع يجي من جواك انت واحد كملت الفيديو لحد دلوقتي، متاكد انك شخص عندك طموح وهدف عايز تحققه، وبتمنى لكم كل الخير من كل قلبي بجد. فما تخافوش يا جماعه، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وربنا هيكبر بخاطركم ان شاء الله. وبس كده يا جماعه، الفيديوهات الجايه مش هتاخر فيها، هنزلها ان شاء الله على طول، وانا بتشجيعكم بكمل. وكان معاكم اخوكم عمرو البركي، سنه رابعه طب عين شمس. السلام عليكم.